ليكوت دائما يجيوك ناشفين وما يطيبولكش مليح ويبقاو يابسين. حضريهم بهذه الطريقه وراح تنسيك في كامل الطرق اللي سيتيهم من قبل، يجيو طايبين زبده وبزاف بنان. ما تنساوش تشتركوا في قناتي سبيسيال كويزين دي زاد ونفوتوا للمقادير. بسم الله. في الوصفه هذه نسحقوا ليكوت ولا اي مرسو لحم تحبوا تستعملوه كامل، ديروه بنفس الطريقه. درت رشه مليحه تاع الملح ورشه تاع الثوم بودر ولا ديروا الثوم حب ورشه تاع الزعتره. مانيش حنكثر لي زيبيس، درت غير هذو. ودرت نص مغرفه صغيره تاع الفلفل الاحمر اللي راح يمد ليكوت تحميره هايله، ويعني يجيوك شغل محمرين في الفور. نحكم ندير شويه برك تاع الزيت في لاكوكوت، ونخلي بعد ما يسخن هذاك الزيت ندير ليكوت يعني باش يتحمروا لي في الجوانب. مانيش حنطيبهم بكا، نحمرهم هذا مكان وما تخليهمش يلصقوا باش ما يفسدش شكلهم. بعد ما تحطوهم نقصوا شويه الغاز، ديروه على نار متوسطه كما راكم تشوفون. نبقى نقلب فيهم باش ما يلصقوش ويديو لي تحميره خفيفه. ومن جهه اخرى رحت قطعت حبه بصله. اللي يحبوا البصله بزاف يديروا 2 حبات ولا 3، لانه هذه الكميه كانت قليله. ودرت كميه من الفلفل ثاني قطعته شرائح. ندير لهم رشه تاع الملح، يعني حندير نفس التوابل اللي درتهم في ليكوت. ودرت رشه تاع الفلفل الاحمر ورشه ثوم والزعتره. وهنايا بعد ما وليت لقيت ليكوت هذو تقلاو شويه، يعني ماناش حنطيبهم كما قلت لكم يهزوا اللون برك. درت هذاك الفلفل والبصله نقليهم شويه واحده دقيقه هذا مكان، ونحط فوقهم هذوك ليكوت. يعني سيو تستفوهم مليح باش الحراره تطلع ليهم، ما ديروهمش فوق بعضهم. هنا درت حوالي 2 مغارف تاع الماء هذا مكان باش ما يلصقلناش هذاك الفلفل والبصله. قوي وشويه الغاز. بعد ما تغلق لا كوكوت نقصوا لها، ديروها يعني على نار قليله من نص ساعه ل 45 دقيقه. انا خليتهم 45 دقيقه وفتحت عليهم، وكما راكم تشوفوا هنايا راهم طايبين زبده. وشوفوا الماء اللي طلقوه، يعني طلقوا كميه مليحه تاع الماء. على ديك ما لازمش نديروا لهم بزاف الماء. هنايا نتاكد بالموس بلي راهم طايبين. هنا راهم طايبين، وبطبيعه الحال راح يكونوا طابوا بعد 45 دقيقه. ونسيت تاني ما قلت لكمش، اللي تحب دير مغرفه كبيره تاع الخل ديرها يعني قبل ما تغلقوا لا كوكوت. هنايا شوفوا كيف راهم طريين وطايبين زبده ما شاء الله. جربوهم بهذه الطريقه راح يخرجوا لكم مروعه، سوا ليكوت سوا هذيك لاصوص اللي من تحت ثاني جات بزاف هايله وبزاف بنينه. كما قلت لكم ديروها في اي مرسو تاع اللحم راح تصلح لكم ان شاء الله. تكون هذا الوصفه عجبتكم، جربوها وبسلامه. الى فيديو قادم.